لو بتعاني من مشكلة في حجم الثدي، سواء كان الثدي كبير أو الثدي صغير، الفيديو ده ليكي وهنقولك كل حاجة عن تغيير حجم الثدي. أنا دكتور محمد رفعت، استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة، استشاري جراحات الثدي التجميلية والتحفظية، استشاري جراحات السمنة المفرطة، زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. الشائع في الشعب المصري إن بيكون حجم الثدي كبير شوية، ودايما بعد الولادة والخلفة والرضاعة المتكررة بيحصل زيادة في حجم الثدي، ومش بس زيادة في حجم الثدي، لا كمان بيكون في شوية ترهل، وده بيسبب مشاكل كتير، سواء كان ألم بالظهر أو إن يكون حجم مقاس اللبس مش كويس. وعشان كده ناس كتير أو ستات كتير بتشتكي من الموضوع ده، وبيكون مسبب لها عائق نفسي شوية. وعلشان كده بيبقى في حل نقدر نقدمه لحاجة زي كده، إن احنا نعمل عملية لتصغير الثدي باستخدام جراحات تجميلية، وبيتم استئصال جزء من الغدد اللبنية اللي موجودة في الثدي، ويتعمل جروح بسيطة مخفية في الخط اللي موجود أسفل الثدي بحيث إنه يدي شكل جمالي في الآخر. ده بالنسبة للجزء الخاص بالثدي اللي حجمه كبير. طيب في مشكلة بتقابل بعض البنات خصوصا في السن الصغير، إن بيكون حجم الثدي بتاعها صغير أصغر من اللازم، واللي بيكون غير متناسق مع شكل جسمها. بيكون عندنا حل من اتنين. الحل الأولاني إن احنا نستخدم حاجة اسمها حشوات السيليكون، زي دي حشوة السيليكون اللي ممكن يكون ناس كتير فاكرين إن هي سيليكون سايل زي اللي بيستخدموه في أعمال البناء والكلام من ده كله. لا، حشوة السيليكون بتبقى موجودة بالمنظر ده، وهي بتبقى مقاومة للخبطات والصدمات والضغط، نقدر نعمل فيها كل حاجة احنا عايزين نعملها، مفيش أي قلق منها أو خوف أو أي حاجة. وبتتحط من جرح صغير مخفي في الخط اللي موجود أسفل الثدي، وبيتم تعويض صغر حجم الثدي بحشوات السيليكون زي دي، واللي فيه موجود منها مقاسات كتيرة جدا، من أول 150 ملي لحد 900 ملي، وده بنقدر نستخدمه في مختلف الأحجام علشان نوصل للثدي المناسب لكل سيدة. ما هي مش كل الستات هيبقى عايزة نفس الحجم، في ستات بيبقى يدوبك محتاجين بس زيادة شوية بحيث ان هو يوصل للحجم المثالي، وفي ستات تانيين بتبقى محتاجة ثدي حجمه كبير شوية. طيب لو احنا عندنا مشكلة تانية لا قدر الله زي الأورام السرطانية اللي تبقى موجودة في الثدي لدى السيدات، وتم استئصال الثدي بالكامل، ومبقاش في عندنا مكان نقدر نحط فيه حشوة السيليكون مرة واحدة، بنضطر نستخدم حاجة اسمها ممدد الثدي أو ممدد الجلد، اللي هو ده بيبقى نفس المقاس بتاع السيليكون اللي احنا عايزين نحطه، وده بيتم زراعته تحت الجلد أو تحت الثدي، ونبدأ نكبر حجم الممدد ده شوية بشوية بشوية لغاية لما نوصل للحجم اللي احنا عايزينه. وبعد كده في عملية تانية أو اسمها مرحلة تانية، بنقدر نشيل الممدد ده ويتم زراعة حشوة السيليكون بداله، ونحط ونوصل للشكل اللي احنا عايزينه. دلوقتي في مشكلة بتقابلنا ان اسعار السيليكون بقت للأسف مرتفعة شوية، ومش كل الناس بتقدر تتحمل تكلفة حشوات السيليكون لانها بقت تكلفتها عالية الى حد ما. ايه بقى ممكن يكون الحلول البديلة؟ الحلول البديلة لحاجة زي كده حاجة اسمها حقن الدهون الذاتية، وده يتطلب ان تكون السيدة اللي هتعمل العملية دي عندها وفرة من الدهون، سواء كان في منطقة البطن او في منطقة الافخاذ او في منطقة الارداف، بحيث ان احنا نقدر نعمل شفط لكمية كويسة من الدهون تكفي ان هي يتم زرعها مرة اخرى في الثدي، وبتدي نتيجة كويسة. ليها مميزات وليها عيوب. المميزات بتاعتها انها اقل بكتير في التكلفة من حشوات السيليكون لانها منها فيها. طيب ايه العيوب اللي ممكن تحصل؟ بعد ما بيتم زراعة الدهون الذاتية في الثدي بيتم امتصاص جزء منها، فبيقل حجم الثدي ما بعد العملية، ولكن بعد كده بيثبت لفترة طويلة، ومع مرور الوقت حجم الثدي بيبدأ يقل شوية بشوية، ولكن بياخد فترات طويلة لغاية لما يوصل للحجم الثابت. ده كل ما يخص موضوع تغيير حجم الثدي، سواء كان تصغيره أو تكبيره عن طريق حشوات السيليكون أو الدهون الذاتية. لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات فيما يخص الموضوع ده، ابعتوا لنا على الصفحة في الرسائل أو الكومنتات، وهيتم الرد على جميع استفساراتكم سواء كان في الرسائل أو في الكومنتات، أو ممكن نعمل لكم فيديوهات جديدة نجاوب فيها على كل الأسئلة بتوضيح أكتر.
واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.